السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من جولدن بودكاست. النهاردة هنتكلم عن حاجة كلنا بنواجهها في حياتنا: الخوف من الفشل. الخوف اللي ممكن يكون سبب في ضياع أحلام كبيرة، بس في نفس الوقت لو عرفنا ازاي نتعامل معاه ممكن يكون هو الدافع اللي يخلينا نحقق المستحيل. هل عمرك حسيت إنك خايف تبدأ حاجة جديدة؟ خايف تقدم على شغل معين؟ خايف تجرب حاجة مختلفة؟ كلنا عدينا بالموقف ده، لكن السؤال هنا: هل الخوف ده منطقي؟ وهل الفشل فعلا حاجة وحشة؟ وليه بنخاف أصلا؟ تعالوا نشوف. الخوف من الفشل هو الشعور بالقلق من إننا نحاول وما ننجحش. نخاف من نظرة الناس أو نحس إننا مش كفاية. أحيانا بيكون بسبب تجربة سيئة في الماضي، أو بسبب ضغط المجتمع اللي بيحسسنا إن الفشل هو النهاية. لكن الحقيقة إن الفشل جزء من أي رحلة نجاح. مش بس كده، ده أحيانا بيكون أهم خطوة في طريق النجاح. الخوف من الفشل من ناحية تانية هو الخوف إنك ما تحققش حاجة في حياتك، والخوف ده بيخليك تجري في كذا اتجاه، بتحاول تثبت نفسك في ده، تجرب ده وده، وتحسن ده، وفي الآخر بتلاقي نفسك ما حققتش حاجة في ولا اتجاه منهم، لأنك كنت مشتت، مش مركز على حاجة واحدة، مقسم طاقتك على كذا حاجة في وقت كان ممكن تركز على حاجة واحدة وتحقق فيها نتائج خيالية. الخوف من الفشل مش حاجة حديثة، ده جزء من غريزتنا كبشر. عقولنا مبرمجة إنها تحافظ علينا، والخوف من الفشل هو واحد من طرق الدفاع دي. زمان كان الخوف مرتبط بالبقاء، لكن دلوقتي بقى مرتبط بالحياة الاجتماعية، بالنجاح المهني، بتحقيق الذات. المشكلة إن العقل ساعات بيضخم الفشل كأنه نهاية العالم، وده بيخلينا نهرب بدل ما نحاول. الخوف ممكن يسبب قلق، تردد، وحتى استسلام قبل ما نبدأ أصلا. الفشل مش نوع واحد، هو أشكال مختلفة، زي الفشل الشخصي، العلاقات اللي ما نجحتش أو قرارات ندمنا عليها، أو الفشل المهني زي خسارة وظيفة أو مشروع. الفشل الأكاديمي زي عدم النجاح في امتحان معين. الفشل الاجتماعي زي عدم القدرة على تكوين صداقات قوية. لكل نوع من الفشل أسبابه، بعضها متعلق بالظروف، بعضها متعلق بينا إحنا كشخصيات. الخوف من الفشل مش بس بيبان في القرارات الكبيرة زي تغيير الشغل أو فتح مشروع جديد، ده بيبان حتى في الحاجات الصغيرة. لما تكتب بوست على السوشيال ميديا وتمسحه قبل ما تنشره خوفا من آراء الناس. لما يكون عندك فكرة جديدة في الشغل لكن ما تقولهاش عشان خايف حد يحكم عليك. لما تفضل تذاكر موضوع معين بدون ما تختبر نفسك فيه عشان خايف تعرف مستواك الحقيقي. الخوف ده بيحبسنا في منطقة الراحة، واللي مش بنحقق فيها أي حاجة جديدة. طيب، إزاي نتعامل مع الخوف ده؟ أول حاجة بإدراك الخوف وفهمه. أول خطوة إنك تعترف بوجوده وتفهم سببه. 2. تحليل السيناريوهات الأسوأ. اسأل نفسك: لو فشلت إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ 3. إعادة تعريف الفشل، بدل ما يكون نهاية خليه جزء من التعلم. 4. المحاولة والتكرار. النجاح مش بيجي من أول مرة، لازم نجرب أكتر من مرة. 5. تقبل النقد والبناء عليه. مش كل فشل معناه إنك مش ناجح،
ممكن يكون مجرد خطوة للتطوير. 6. التأمل وإعادة ضبط العقل. أحيانا الخوف من الفشل بيكون نتيجة أفكار سلبية تراكمت جوه دماغنا. التأمل، الكتابة اليومية، والتحدث مع النفس بإيجابية بيغيروا طريقة تفكيرنا. طيب إزاي نحول الخوف لقوة دافعة؟ أول حاجة، استخدم الخوف كحافز. بدل ما تسيبه يشلك، خليه يكون سبب إنك تشتغل أكتر. 2. ابدأ بخطوات صغيرة، ما تستناش الفرصة المثالية، ابدأ بأي خطوة. 3. حاوط نفسك بناس إيجابيين، دعم الأصدقاء والعيلة بيفرق. 4. اتعلم من أخطائك، مش معنى إنك غلطت إنك مش ناجح، بالعكس ده معناه إنك بتتعلم. 5. قسم هدفك لمراحل، لما يكون عندك هدف كبير قسمه لمراحل صغيرة واحتفل بكل إنجاز صغير. 6. أعد التفكير في مفهوم النجاح. النجاح مش بس تحقيق الهدف، النجاح الحقيقي هو إنك تفضل تحاول، تتعلم، وتطور من نفسك. الفشل مش نهاية الطريق، الفشل مجرد خطوة على الطريق، واللي بيكمل رغم خوفه هو اللي بيحقق المستحيل. قولولي ايه أكتر حاجة كنتوا خايفين تعملوها وخدتوا خطوة فيها؟ شاركوني تجاربكم وأشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.